غير عبد العليم محمد. محمود يوسف. نيابة. رمضان محمد بليدي علي، عبد الرحمن أشرف شحاتة مصطفى، سهير عبد الحليم محمد، آية محمود يوسف عبد اللطيف، لأنهم في يوم 15 من شهر فبراير لعام 2024 ميلادية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور محافظة الجيزة، حال كون المتهمين الثاني والرابعة طفلين جاوزا سن 15 ولم يجاوزا 18 عاما ميلادية. المتهمين من الأول حتى الرابعة قتلوا المجني عليه حسن صالح محمد العبيدي عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم المصمم على ذلك بأن أعدوا لذلك عقارا مهدئا الكلوزابين. فقامت المتهمتان الثالثة والرابعة بوضعه له داخل مشروبا لإفقاده وعيه، وليتمكن المتهمان الأول والثاني من دخول لمسكنه والإجهاز عليه. وما إن تمكنتا المتهمتان من ذلك وظهر لهن على المجني عليه آثار العقار المهدئ سالف الذكر حتى مكنتا من المتهمان الأول والثاني من الدخول لمسكنه، وقاموا بالتعدي عليه باستخدام السلاح الأبيض سالف البيان وآخر تالي الوصف، وقاموا بتكبيل يديه وقدميه وكتم فاه بقطعة من القماش قاصدين من ذلك إزهاق روحيه، فأحدثوا ما به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وقد اقترنت تلك الجناية بجنايتين أخرتين، هي أنهم في ذات الزمان والمكان هتكوا عرض المجني عليه سالف الذكر بالقوة بأن تعدوا عليه بالضرب وقيدوا يديه وحصروا عنه ملابسه كاشفين بذلك عورته، وذلك على النحو المبين بالتحيات. ثانيا، سرقوا المنقولات والمستندات والمبالغ النقدية المبينة وصفا وقدرا بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر، وذلك بالتهديد بأن هددوه بالتقاط صور عارية له ونشرها حال عدم إخبارهم عن مفتاح الخزينة، فتمكنوا بتلك الوسيلة القصرية من التهديد من الحصول على مفتاحها وسرقة محتوياتها وباقي المنقولات، وكان ذلك ليلا حال كونهم أكثر من شخصين حاملين أسلحة على النحو المبين بالتحيات. دخلوا مسكن المجني عليه بالتحايل بقصد ارتكاب جرائمهم السابقة الوصف، وكان ذلك ليلا على النحو المبين بالتحيات. حازوا واحرزوا بغير قصد من قصود المسماة في القانون مادة من المواد التي تخضع لقيد المواد المخدرة الكلوزابين في غير الأحوال المصرح بها قانونا. حازوا واحرزوا سلاحين أبيضين وأداة مطواة وسكين وأقمشة دون مصوغ قانوني. المتهم الأول حاز سلاحا ناري غير مششخن فرد خرطوش بغير ترخيص، حاز بغير ترخيص ذخائر عدد 27 طلقة مما تستخدم على الأسلحة النارية يكون مرخصا له بحيازتهم أو إحرازهم. المتهمة الخامسة أخفت الأشياء المسروقة المبينة وصفا وقدرا بالأوراق والمتحصلة من الجنايات محل الاتهامين الأول والثالث مع علمها بذلك على النحو المبين بالتحقيقات. حازت سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش بغير ترخيص، حازت بغير ترخيص ذخائر عدد 27 طلقة مما تستعمل على الأسلحة النارية غير المششخنة والمششخنة دون أن يكون مرخصا لها بحيازتهم أو إحرازهم. وطلبت النيابة العامة تطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، وتمسكت بحقها في إبداء المرافعة الشفهية.